فجاه الحته دي اللي انا بالنسبه لي غريبه، لان انا هتلاقيني دايما بسالك بطريقه، لان انا كنت قاعد في امريكا بقول لك 11 سنه، فغصب عني امازون ده بقول لك كان فاهم يعني خلاص عندي في البيت اصلا، قاعدين عندي في البيت. ف كان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا او حاجه جديده جدا لما لقيت ان انتوا دخلتوا في حته امازون ناو وتوصيل بسرعه وحاجات سوبر ماركت، واشمعنى يعني غريبه يعني بالنسبه لي، استغربتها جدا. لا فاهم قصدك. يعني بص، هي الحقيقه مش عايز اقول نفس الحاجه تاني، بس هي مهمه قوي، وتاني دي الحاجه الوحيده اللي بنبص عليها حتى كتارجتس او جولز. يعني احنا عمرنا ما بنبص، يعني ما فيش حد في الشركه بيبقى عليه تارجت البيع. فعلا بنركز على العوامل اللي بتؤدي الى بيع بشكل ما. مين اللي في الشركه اللي ما عليهوش تارجت بيع؟ مش الشركه قصدك؟ معظم الفريق العمل اللي هم شغالين تحت امازون. بالظبط. اوكي. بيبقى الفكره ايه؟ انا جبت منتجات جديده قد ايه، بقت بتوصل بشكل اسرع قد ايه، اسعارها منافسه ولا لا. دول الثلاث حاجات اللي بتركز عليهم. وعلى فكره مالهاش دعوه بالتجاره الالكترونيه قوي، يعني فكر فيها اكيد. ده يعني فكر انت معايا فاتح مطعم وجاي على اخر الشهر ومعكش ايجار، خلاص المطعم ما اشتغلش بالشكل اللي كان نفسك فيه، فاضل 3-4 ايام في الشهر، هتعمل ايه؟ هعمل تخفيضات مخيفه، ادي السعر، هكلم كل الناس اللي اعرفهم عازمهم يجوا يعملوا اي حركه بروموشن بشكل ما، فبالتالي هتعمل عليها عرض بشكل ما، هتعمل كومبينيشن جديد من البتاع، يطلع مش عارف طبق اللحمه معاه طلع كل الاكل القديم زياده ولا بتاع، ادي منتجات زياده بتسواها. او هتعمل ديليفري ببلاش، وتعمل قعده حلوه. فهي كلها جايه في الثلاث عوامل الاساسيه، فركز في دول بس. انت فاهم قصدي؟ فانت النهارده بتسالني على امازون ناو، انا عايز اقول لك ان اول ما فتحنا الموقع، بس ده كان زمان، يعني ايام ما كنا شركه تانية اللي هي سوق.com. يعني امازون استحوذت على الشركه بتاعتنا في 17، بس اطلقنا الموقع في 21. انا اول ما جيت الشركه كنا بنوصل الاوردر في 21 يوم. هو انت كنت سوق؟ كنا فريق 9 فين؟ يعني. في دبي؟ لا في مصر. في مصر. كنا بنوصل في 21 يوم. 21 يوم اي حاجه ايا كانت هي ايه اللي عارفين ان احنا نجيبه اصلا. يعني طبعا المنتجات كانت قليله قوي ساعتها. ايوه كان بس، وده كان بالنسبه لنا، وهو ده التطورات اللي حصلت على مدار الوقت. بس هي بترجع للاساسيات، انت السرعه دي مهمه فلازم هتكملها. فازاي توصل من 21 يوم ل20 دقيقه؟ بس كل ده بياخد مش بس الاستثمارات، بس انت لازم تتعلم في وسط. بس كل الحاجات اللي هتعملها، سواء حاجه زي امازون ناو، ما هو ده عشان راجع العامل الاساسي ان انت محتاج توصل بشكل جيد واسرع للعميل. فخلي الثلاث مبادئ دول في حياتك، او يعني في اي عمل بتعمله، وابني على دول وما تركز في اي حاجه تانية. ممكن هيجي يوم بشتري بالموبايل، هنيجي كمان 10 سنين بشتري بزرار بدوس على صباعي كمان 10 سنين. بالظبط. مش 10 سنين، 10 سنين ده بعيد قوي. 10 سنين ده يبقى عندي امازون جنب السرير في الدرج بفتح يعني باخد شيبسي لا انا نفسي نوصل هيبقى قبل 10 سنين ان شاء الله. بس نفسي والله فيرتشوال الVR، نفسي معاك والله البس كده واخش اعمل شوبينج، وكلها حاجات هايله، بس تبقى خلاص بقى اللي هو بس هتبقى وسيله ان انت تشتري، بس هي فعليا مش في الاساسيات. لو النهارده انا ما اعرفش اشتري غير بالابلكيشن، كمان 10 سنين مش تفرق، هيبقى في حاجه تانية. طبعا. بس عمري ما هصحى اقول انا عايز ادفع زياده في منتج، ولا عايز منتجات اقل اختار منها، ولا عايز حاجه تاخر. ثلاث عوامل دول، كل حاجه. 3 عوامل دول مهما حصل كانوا اهم حاجه من 100 سنه، وهيبقوا اهم حاجه كمان 100 سنه. طب معلش ممكن نشرح امازون ناو عشان انتوا دخلتوا في الموضوع. راجل امريكاني وانت جاي ما اعرفش منين. بورسعيدي على فكره، واحد بورسعيدي واحد امريكاني. ممكن تدخلوا انتوا عندكم الحوار كرايتيريا. انا مستغرب جدا انتوا ازاي عملتوا امازون ناو. ايه يا باشا هتشرح لي؟ انا فعلا نطير في الموضوع. وبعدين ليه مستغرب ان هم عملوا امازون؟ لا بيتطوروا الناس. يعني عايز اقول لك اول حاجه، ايه امازون ناو بقى؟ ال 11 سنه اللي انت كنت فيه امازون ناو ما كانتش في امريكا. بس هو امازون ناو ايه؟ امازون ناو دي خدمه جديده بنقدمها. المختص بتاعها ان هي يعني بتقرب امازون اللي احنا عارفينها للعميل، ان اللي يوصلوا الحاجه في خلال دقايق.
واللذة بتاعتها ان هي مش بس المنتجات اللي احنا متعودين عليها، بالعكس احنا دخلنا في كل حياتك اليومية بقى، يعني المستلزمات بقى زي خس وطماطم وخيار لغاية شاحن موبايل لو قاعد في الساحل. لا طبعا معك، تاخدنيش في دوكا كده. حاولت. ايه ده؟ واحنا طيب احنا دلوقتي في امازون اللي احنا كلنا بنطلب منها حلو. اللي هي بتيجي تاني يوم او ساعات على فكره بقت تيجي في نفس اليوم. لا عندنا الاوبشن بقى يجي ارايف سيم دي. لا سواء كان اول ما فتحته كان ارايف سيم دي، بس كان بيجي برضو تاني يوم. معاك كنا بقول لك كنا 21 يوم. تمام انا بقول لك بس ماشي جايين من بعيد. جايين من بعيد قوي. انا هاخد منك بعد بتاع هاخد رقم الاوردر اشوف. فاحنا دلوقتي بقينا رقم عمارته بس ما توصلوش تاني. فانت بتقول امازون ناو نفس البضاعه نفس ولا لا بضاعه اقل يعني بدل مختاره يعني يعني امازون لسه موجود. امازون لسه وبقى في حاجه اسمها امازون ناو على نفس الموقع، مش امازون بقى امازون ناو بالظبط. بتخش على نفس الموقع هتلاقي لو لا يعني برايم ده خدمه بنقدمها وعشان ممكن نخش فيها شويه. خلينا في امازون ناو، بس قصدي دي حاجه جديده بلس القديمه مش بالظبط كده. فانت عندك موقع امازون ملايين المنتجات حلو. هتخش هتلاقي في صفحة مختصة اللي هي امازون ناو. اوكي. تفتح امازون ناو هيطلع لك آلاف المنتجات او عشرات من الآلاف المنتجات دول يوصلوا لك في اقل من تلت ساعة. يعني لو طلبته اقل من 20 دقيقة هيوصل. اوكي. بس دي حاجة بتاعت الاستعمال اللي هو دلوقتي. طب بالظبط معلش بس سؤال. انا لو على امازون العادية ودخلت اشتري بطاريات من امازون العادية، ممكن وانا بشتري البطاريات او ملاقي مثلا ان هي على فكره دي في امازون موجوده على امازون بالظبط. طيب الامازون العاديه البطاريات ب 160 جنيه في ناو معظم الوقت بتبقى نفس السعر. بجد؟ معظم الوقت. امال ايه التريكه فين بقى؟ ايه الدليفري بياخد فلوس؟ لا بالعكس يعني انت ليكن يعني طبعا لو دخلت دلوقتي هتلاقيه ارخص، لان بنحاول ان احنا نعرف الناس الخدمه بس بتجر الرجل. مش بنجر رجل، عايزين الناس لا عادي بتجر رجل. ما تجر رجل صح. ايه المشكله؟ ما تجر رجل حبيبي. ايه ده بيزنس. فعاملين اوفرات على الحاجه اللي الناس تجربها. بس الشحن بقى نخش في برنامج برايم. انا لما بشترك في برنامج برايم يعني عشان احط لك بس الصوره. بس انت ما ردتش على ما انا جاي لك فيها. اوكي هتشرح برايم الاول بعد كده نرجع عشان مربوطه بيها. اوكي. انت النهارده انا بدفع شحن 26 جنيه. حلو. ده لو ما طلبتش باكتر من ده لو طلبت من اي حته. لا قصدي عندكم حاجه كده لما بوصل لها بتبقى ببلاش. بالظبط كده لما بتوصل سعر معين. بالظبط كده. اوكي بالظبط. لو عملت اشتراك برايم ده ب 29 جنيه في الشهر، يعني اللي هو على قد اوردر وربع، يعني قول اوردرين بيجي لي الحاجه سريعا وببلاش. عمري ما ادفع شحن. خلاص الشحن اتلغى خالص. ديليفري ببلاش. اتلغى تمام. خدنا الخدمه دي وحطيناها على امازون ناو. فالنهارده اقدر اشتري لو انا مش عميل برايم وادفع الشحن بتاعها، الاقي نفس الشحن زي الموقع. او اقدر لو عميل برايم اخد بقى الشحن ببلاش من غير الحد اللي انت كنت بتتكلم عليه ده. اوكي. فما بنعملهاش. برايم في كل حته. مش هبقى برايم وبرايم تاني يعني. لا هو اشتراك 29. هو اشتراك برايم واحد للموقع الاساسي، للصفحه اللي جوه، شغال على الكل. لبرايم فيديو لو عايز اتفرج على مسلسل او فيلم او فهي بتبقى اشتراك شامل كل ما يدور حوالين الخدمه بتاعت برايم في مصر او الخدمات اللي امازون بتقدمها في مصر. اوكي بالظبط كده. وصلت بس لسه مش فاهم. قولي ايه الفكره ان انا بقيت بجيب الحاجه يعني انت الحاجه دي بتجيلي في يومين فجاه بقت بتجيلي في تلت ساعه صح؟ بنفس السعر تقريبا. بالظبط. فين الخدعه؟ هي الفكره بتاعتها زي ما اتكلمنا. فاهم قصدي؟ ولا انت فاهم انت التخيل بتاعك بتكسب سوق بتكسب العميل بتاعك اكتر، بتكسب ثقه. يعني انت بتظبطنا من الاخر. مفيش ما اصل فكر فيها. ما هو اللي خلانا نروح من 21 يوم ل 10 ايام ل 8 ايام ل 7 ايام ليومين. عشان ده منطقي ليه؟ طب ليه 20 دقيقه مش منطقي؟ عشان سريع جدا يعني زيادة. بس يعني دايما قصدي الشركات المنافسه في عندهم 20 دقيقه على فكره. تمام. بس بتدفع. لا ما هي الفكره بتاعت ما هو اي حاجه ممكن تجي لك. مش متاكد يعني انا مش هعلق على اي منافسين، بس
حياه الامر هو العميل عايز كده. فدورنا ايه؟ ان احنا نبني ده للعميل. الموضوع سهل وواضح وصريح. احنا بنركز بنشوف العملاء عايزين ايه وبنبنيها لهم. العميل بيقول لك انا عايز حاجه تجيلي دلوقتي. بس لما تخش بقى تبص على منتجات، ليكن مثلا لو انا بجيب ادوات غذائيه للبيت، هشتري مثلا مره في الاسبوع، مرتين في الشهر، صناديق كراتين ميه او غيره. بس افرض انا دلوقتي صاحي النهارده وعايز اعمل بيضتين مسؤولين ومش موجودين، لا اعرف اخش اطلب البيضتين اللي عايزهم يجوا لي في خلال اقل من تلت ساعه بحيث ان افطر بيهم. عايز اجيب ازاز ميه ساقعه اشربها دلوقتي. فهي بتخدم منتجات مختلفه. فبحس المنظر ده ان ارجع بقى لسؤالك الاولاني دي امازون وامازون ناو. امازون بتخدم على كل الحاجات اللي بنحتاجها في حياتنا. امازون ناو بتخدم على الحاجات اللي محتاجينها دلوقتي يوميه تقريبا اللي محتاجينها حالا. حالا فاهم قصدي؟